صباح الخير عليكم جميعا. حبيت بس أوضح على التصريح اللي كان أمس. للأسف الشديد أصبح نحن أداة يعني لمقاضاة أغراض لأشياء أخرى للأسف الشديد، وهذا ما سيجعلنا أن نحن نبتعد عن أي مقابلات جاية أو أي تصاريح جاية، لأنه أصبح الغرض أنه أخذ كلام وقصقصة ومش عارف إيش ويأخذوا اللي هم يشتوه بس وينزلوه. أنا من تصريحي أمس أنه 99% من التشكيلة الأساسية التي قد لعبوا في آسيا ولا يحق لهم أن يلعبوا في آسيا القادمة، إلى جانب أيضا في لاعبين أو المنتخب ككل يحتاج إلى بعض المراكز من تطعيم، إلى جانب أيضا أنه المشاركة الجاية حتكون في بعد 7 شهور، فبالتالي حيكون قد بعض اللاعبين طلعوا في يعني تعدى عليهم السن. فهذا كان توضيحي يعني، وأيضا أنه